رقم 7 ماتشو بيتشو في قلب بيرو وعلى قمة جبل عالي جدا ارتفاعه يوصل ل 2340 متر. ظهرت ماتشو بيتشو القلعة الضائعة لشعب الإنكا، مدينة كاملة محاطة بالجبال والضباب، معمارها عبقري ومبني كله بالصخور الضخمة واللي متناسقة بشكل عجيب. الغريب والمثير للدهشة في نفس الوقت إن بالرغم من إن الأسبان كانوا موجودين في بيرو وقتها إلا إنهم ما اكتشفوهاش، وفضلت المدينة مستخبية عن عيون العالم الخارجي لمدة 400 سنة كأنها سر محفوظ بين الجبال، لحد ما اكتشفها الرحالة الأمريكي هيرام بنجهام سنة 1911. ماتشو بيتشو النهاردة مش مجرد موقع أثري، دي رمز لعبقرية الإنكا وروحهم الفريدة. في النهاية لما نيجي نبص على عجائب الدنيا السبعة القديمة والجديدة هنلاقي إن رغم اختلاف أماكنها وتواريخها وثقافتها إلا إنها كلها بتشترك في حاجة واحدة، وهي إنها محاولة من الإنسان إنه يسيب بصمة ويقول للعالم أنا كنت هنا في يوم من الأيام.